أوعدك من اليوم توكلين أولادك معتدلة وضميرك مرتاح. وأهم شي مكوناته كلش بسيطة، لا بيه جلاتين ولا أي مكون غريب، صحي وطعمه 85% يشبه الجاهز. عندي نص كيلو صدر دجاج جامد على النص. ضروري نشتغل بالمكونات وهي باردة. ضربتها بمحضرة الطعام صار مثل العجين. بعدين عندي ثلج ونص كوب مي ونص كوب نشا. طبعا المقادير بالتفصيل أسفل الفيديو. ضفت البهارات، حاولوا تلتزمون بالبهارات. وآخر شي 5 خواشيك زيت، وهنا شوية ملون غذائي عندي لون مال مندي. اللون اختياري. ضفته على المكونات وضربتهم بمحضرة الطعام من شركة إيفولي. 6 في 1 محضرتين طعام حجم كبير وصغير وخفاقة وهراسة وهراسة بوتيتا. نتأكد ان ثرمت المكونات كلش زين. بعدين تطلع بهذا الشكل شوي متماسكة لأن المكونات باردة. ضروري نشتغل وهي باردة ونلفها على السريع بالنايلون مثل ما تشوفون بهذا الشكل الأسطواني. ونتأكد من غلق الأطراف كلش زين وبعدين نلفها مرة ثانية بالسيليفون. أهم شي تتأكدون من التغليف حتى إذا تعيدون التغليف فد مرتين 3. أني طبختها على البخار بجدر إيفولي الكهربائي. جدر الرز يجي وياه مصفي بحيث أقدر أطبخ بيه الأكل على البخار بكل سهولة. أخذ وقت لمدة ساعة وتقدرون تسووه بجدر عادي على النار، وممكن تطبخوه بالماء مباشرة، بس ضروري تتأكدون من التغليف لأن ممكن ينفتح عندكم. ومن استوى تركته ثاني يوم بالثلاجة أو أقل شي 6 ساعات. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون لايك ومتابعة وبالعافية.